تعالوا معايا نتفرج بقى تفريزات رمضان 2025. كل سنه وانتم طيبين ويعود عليكم الايام بخير يا رب العالمين. اولا السلام عليكم، معكم ميسة. طبعا كلنا فرزنا طماطم. انا الطماطم بعمل فيها تركيه كده وهي على النار او قبل ما تخلص بشويه كده، واحط لها معلقه او معلقتين من السمنه البلدي. كمان ببقى حاطه لها معلقتين زيت، فبحب اعملها كده على اساس ان وانا بطبخ لو انا ما عنديش سمنه بلدي تبقى الطماطم كلها كده فيها طعم وريحه سمنه بلدي، وانت بتطبخي بيها كده واكلك عاملاه بتلاقي طعمه حلو وريحته حلوه. بالنسبه لكيس الطماطم بقى بقسمهم زي ما انتوا شفتوا كده، في كيس كانت مقطوعه الحته اللي فوق دي مقطعاها، في كيس كانت سليمه. المقطوع ده كبير شويه للمكرونه والسليم ده صغنن للطبيخ والخضار. عايزه اقول لكم ان انا عيالي حافظوا السيستم، لو انا بعمل مكرونه بيروحوا على طول اوتوماتيك يجيبوا الكيس بتاع المكرونه اللي هو المقطوع، بعمل طبيخ يروحوا جايبين لي الكيس السليم اللي هو مش مقطوع. فهنا في نظام، معلش مع احترامي لحضراتكم. الكرنب بقى بجيب كرنبايه صغننايه بقسمها على 2، واحنا كرنبايه صغننايه عشان احنا عددنا صغننايه فبعملها على مرتين. في فيديو انا سايباها تلاقوها على القناه او على الصفحه ازاي بفرز بحيث ان انا اطلع من الكرنب من غير ما افكه كله. الفيديو حلو شوفوه. البهارات انا بحب اجيبها صاحيه سليمه وبحمصها تحميصه كده خفيفه صغننايه، وبعدين اطحنها في البيت عندي. يعني انا بضمن ان الحاجه تبقى مش مغشوشه والحاجه تبقى ريحتها حلوه وطعمها حلو. طبعا القلقاس بقطعه زي ما انتم شايفين مكعبات عادي زي ما احنا بنقطعه. بحب احط عليه ليمون، معرفش انتوا بتحبوا تحطوا كده ولا لا. انا بقيت بصفي الليمون على ايدي كده، كنت استغرب ازاي ماما الله يرحمها بتصفي الليمون كده، البذر بيفضل البذر على ايديها والحاجه بتتصفى من تحت، فانا بقيت اعمل زيها، بقلب كده القلقاس في عصره الليمون وبعدين اكيسه واشيله. طبعا بعد ما بغسله مليون مره. المهم البسله بحب احط حله ميه على النار واحط المصفى واسويها على البخار كده يا دوبك 5 دقايق كده برضو تبرد واعبيها في كيس. الطماطم بقى الجامده اللي انا بستخدمها في التلاجة من تحت للسلطه الجبنه لاي حاجه، بجيب مثلا 2 كيلو مثلا احطهم في التلاجة من تحت، اسحب منهم لحد ما يعني يمر عليهم وقت كده فتلاقي الطماطمات طريت، انا ما بحبهاش طريه. اروح بقى ماسكاهم مقطعاهم واحطهم في كيس كده وكاتبه عليهم طماطم فول، يعني الطماطم دي مقطعه عشان يتعمل بيها فول بالطماطم. نيجي بقى للثوم، انا ما بفرمش فبحبش افرم واحط في الفريزر. بعمل بقشر مثلا راسين توم او 3 واحطهم في علبه كده وافضل اسحب منهم. طبعا علبه محكمه الغلق وبتحطيهم في التلاجة من تحت، بيقعد معاكي فتره طويله جدا، 3 اسابيع شهر لو انتي محافظه عليه وما دخلوش ميه عشان ما يبصش. تمام، الطريقه دي احسن من طريقه الفرم والتفريز، اعتمديها والله هيقعد معاكي فتره طويله صدقيني. جربي في راس واحده. تمام، بعمل بقى مخللاتي، سواء مخلل ليمون الاضاليا البرطمان ده كله كنت جايبه الليمون كيلو ونص ب10 جنيه، وما شاء الله قاعد فتره طويله، يعني حلو، حاجه رخيصه وحلوه. طبعا عامله خيار مخلل زي ما انتم شايفين اهو، دول كانوا ب20 جنيه، يعني لو هتجيبوهم من بره هتجيبوهم اغلى من كده. الجزر طبعا رخيص جدا ومالي السوق، بجيب الجزر بقشره اي كميه بقى انت جايباها، وبعدين بعد ما بتقشريه بتغسليه وبتقطعيه بقى مكعبات صغيره. انا بحب اقطعه بصراحه مكعبات صغيره لان انا طبعا عامله بسله، بس بسله من غير جزر. هعمل الجزر ما بيتعملوش اي حاجه، هو بيتشال ني في ني كده. تمام، تاخدي بقى حب في الكيس كده على قد ما انتي عايزه الطبخه بتاعتك، سواء هتحطي على بسله، هتحطي على تورلي، هتحطي على عدس اصفر شوربه، هتحطي على اي شوربه، على اي حاجه. لو بتحبي تحطي في شوربه الفراخ جزر برضو طلعي منهم وحطي في شوربه الفراخ. انا طبعا عشان الكيس هيترمى فانا توفيرا للكياس بحط في الكيس مرتين كده زي ما انتم شايفين، بعمله دورين، دور اول ودور تاني. عايزين تطلعوا الدور التاني بقى تاخدوا الاسانسير على طول تطلعوا الدور التاني، موضوع سهل اهو. طلعوا لي 8 بتوع اكياس. الحبه دول كانوا 5 جنيه والله، يعني ما شاء الله. الفلفل بقى لان انا بشتري ربع الفلفل احطه في التلاجة، انا ما بستخدمش الفلفل حامي كتير، فاعمل فبعمله بضربه في الكبه، احط عليه زيت بس ما بحطش ملح. لو حطيتي ملح الفلفل ده هينزل ميه، خدي بقى من هنا للسنه الجايه. بحط زيت بس، يعني افرم في الكبه واحط شويه زيت كده حلوين طعمين، يعني توصي شويه، يعني ما تبخليش على الفلفل. بنديله بقى تقليبه عشان الفلفلات كلها تتغلف بالزيت. بجيب بقى، انا بحب احط في حاجه صاج، حاجه ستانلس كده يعني.
ما بحبش احط في بلاستيك لان انا مكسور مني علبتين قبل كده بسبب الفلفل. اجي احطه في العلبه واجي بالسكينه اكسر حته كده تروح العلبه مكسوره، طبعا مفرزه ومتجمده فما بتستحملش تروح مكسوره. تمام، فانا قلت ايه هحط في ستانلس او في علبه صاج مثلا. بجيب بقى الكياس بتاعه التلاجة، بقطعها كده قطع صغيره على قد العلبه وافردها كده في ارضيه العلبه واحط طبقه رفيعه جدا من الفلفل، واحط بقى كيس تاني وطبقه رفيعه تاني فوقيها لحد ما بخلص الكميه بتاعتي. كل طبقه رفيعه ما بينها كيس. بالطريقه دي هتعرفي تخرج الفلفل بتاعك لما يتجمد، مش هتلاقيه كتله كبيره كده على بعض، لا هتلاقيه قطع كده ايه يعني رقات كده رفيعه تقدري تكسري منها اللي انتي عايزاه. الموضوع هيبقى سهل معاكي. جيت ادور على الغطا طبعا بتاع العلبه، كل سنه وانتي طيبه، ده انا مش هلاقيه ولا السنه الجايه ولا رمضان الجاي. حطيت اي غطا، المهم نغطيها وخلاص. هحط بقى الكياس بتاعت التقفيل دي. بالمناسبه دول كانوا ربع فلفل اخضر حامي وربع فلفل احمر حامي. انا بحب اعمل ميكس ما بين النوعين، يعني مش بحب اعمل احمر بس ولا اخضر بس. هقفل بقى الفيديو معاكم بالطماطم القمر دي جميله عشان شكلها مبهج صراحه وعجباني. متنسوش بقى اللايك للفيديو، بحبكم كتير كتير، ومتنسوش اللايك والشير، والسلام عليكم.